طقم تاني ما عجبوش عيشوا معاه وراح شايفين كل واحد شاف طقم تاني. الله اعلم، الله اعلم بقى هما هيرجعوا لبعض ولا طالعين ترند ولا هما هيفاجئونا. يعني هما مع رحمة محسن منزلين بوستات كده وبتعمل قلب كده ومش عارف ايه، وياسمين عبد العزيز مع كريم فهمي بيعملوا كواليس في المسلسل، بتدلع عليه ويدلع عليها ومش عارف ايه. هم عادي يعني مفيش مشكله بالنسبه لهم يعني. الحاجات دي عادي، الحاجات دي ما بتضرهمش في اي حاجه. الحاجات دي لو عندنا احنا تضرنا جدا جدا، هم عندهم هم عادي مفيش اي مشكله خالص. بس كل المشكله الترند، بس هم عاوزين يطلعوا ترند كل شويه. مش مشكله، يلا ربنا يسعدهم يا رب ويطلعوا كل يوم ترند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مساء الخير يا جماعة، عاملين إيه؟ أهلا وسهلا بكل اللي بيتابعنا من كل أنحاء العالم، وشكرا جدا جدا المشتركين الجداد واللي بيشاهدوني، شكرا جدا جدا لكم. آه تعالوا نشوفوا من النهاردة ترند، بس مش عارفة هو ترند على إيه. كل يوم ترند، كل يوم مشكلة، كل يوم حكاية. ترند فلانة نزلت أغنية كذا، ترند فلان اتجوز على فلانة، ترند ناس منزلة ستوريو، ترند. ايه الحكاية؟ ايه في ايه؟ النهاردة عاوزين نشوف الترند بتاعنا عن مين؟ عن الفنانة الكبيرة الجميلة ياسمين عبد العزيز. ياسمين عبد العزيز ومين؟ وأحمد العوضي، ومين كمان يا ترى؟ ورحمة اللي بتغني ما فتح قلبك معايا، رحمة محسن اللي بقت ما شاء الله دلوقتي من عربية بتبيع شاي لنجومية، نجومية كده على طول كده. طبعا رحمة محسن اليومين دولت عاملة نحت جامد جدا، وعاملة تكميم وصارفة ومكلفة، لا مظبطة يعني، مظبطة العمل. طبعا رحمة محسن واحمد العوضي في قصة حب كبيرة طبعا، وكانت بتغني في مسلسله فهد اسمه فهد البطل ده ولا اسمه. طبعا ياسمين عبد العزيز اول ما علمت على طول رامز، في حلقة رامز اما بيقول له هتتجوز امتى، بس ما قالش مين اللي هتجوزها، قال بعد العيد او في العيد، ما حددش مين اللي هيتجوزها، سابها لنا مفاجأة. هو سابها لنا مفاجأة، مش كده يا اختي؟ كده يا اختي ماشي، تعالي معايا ماشي. آه طبعا في الحال ياسمين عبد العزيز مع كريم فهمي في المسلسل بتاعها، بتحتفل طبعا بالمسلسل بتاعها، نجح طبعا، وفي كواليس جميلة جدا، وفي قصة حب طويلة، وراحت منزلة بوست كده يعني في ترمية بالعربي كده يعني. احمد العوضي وياسمين عبد العزيز الترند بتاعهم مش هيبطل، هيشتغل على طول رتح مع بعض، وايه، وهي تعاند فيه وهو يعاند فيها. طبعا في قصة حب مع كريم فهمي اللي كان بيمثل معاه المسلسل، وبتحتفل وعاملة يعني ايه دبلة كده، وطبعا في التعليقات بيسألوها على الخطوبة والجواز، مش عارفة طبعا هي ما بتردش او بترد سكيتي، الله اعلم. طبعا احنا عارفين الفنانة الكبيرة ياسمين عبد العزيز في خفة دمها، باللبقة بتاعتها، جميلة جدا جدا، بس ايه يعني ايه، بتتشم من هنا لهنا، مش عاجبها ده خلاص ده سابها، ادور على غيره واصغر منها برضو، بتنقل على طول، ما بتاخدش وقت يعني ممكن تاخد سنتين ثلاثة، لا مفيش الكلام ده. هي زي ما بتقول انا سنجل، يعني انا ما بقدرش استنى من غير جواز. هما كده يا جماعة، هما كده اصلا، هما الفنانين كده، حبة متجوزين، حبة مطلعين، حبة ميتين. تعرفي من ايه وعشان ايه وليه؟ ما تعرفيش. فلانة اتجوزت وفلانة اتطلقت، فلانة الفنانة مش عارفة ايه ده اتجوزت، لا ده طلقت امبارح، لا ده كانت متجوزة النهارده، لا اصل ما عجبهاش طلقته. هما كده، وياخدوا تحس ان هما بياخدوا ايه، ياخدوا كده من بعض، يعني انا منظرة على واحد تقوم صاحبتي تاخده من قبل مني،
انا منظره على جوز صاحبتي، هي تاخده منها. شغالين كده، دول ما بيبكوش على حد. او يقول لك كل شيء اسمه ونصيبها، انا اخدت انا جربت مرتين والحمد لله، لا يا رب بقى عيالي، لا ما ينفعش. هما ما يعرفوش يغيبوا، يعيشوا من غير زواج. حابه تاخد جوز ديت ودي تاخد جوز ديت وايه وسلطه مع بعض كده، تحس برضو اللي هم بعدها بسنتين يطلقوا. دي بقى مفاجأة مين بقى؟ ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي هيفاجئونا، واحنا مستنيين المفاجأة. يا ترى بقى مين اللي هيفاجئنا الأول؟ أحمد العوضي ورحمة محسن الفنانة من شاي ل... لفنانة، ولا ياسمين عبد العزيز مع كريم فهمي؟ احنا مستنيين بقى، احنا بقى ايه، مستنيين مين اللي هيفاجئنا الاول ومين اللي هيعمل فرحه الاول. وتعالي بقى ايه، نشوف الاحداث والمواقف الجميله بين ياسمين وكريم فهمي، وبين احمد العوضي ورحمه. بس يا ترى هما بس عاملين كده عشان يطلعوا ترند، ولا هما هيتجوزوا؟ هل ده ولا ده؟ مين اللي هيفاجئنا الاول ومين اللي هيطلع ترند الاول؟ ما هما كل مره بيطلعوا يقولوا نفس الكلام ده عشان يطلعوا ترند. هل هما بيقولوا الحوار ده كله عشان يطلعوا ترند، ولا هتبقى حقيقه؟ مش عارفه، انا راخره مستنيه. هما بيتنقلوا الحاجه لحاجه، بس مره يقولك ده هو هيرجع لها، ورجع قال لا ده هي شافت غيره، ورجع قال لا ده هي روحي وعقلي مقدرش استغنى عنها. وفيديوهاتهم بتدل على كده، فيديوهاتهم بتدل على كده، اللي هما هيرجعوا لبعض. يعني هما هيرجعوا لبعض، ولا كل واحد شاف طقم تاني ما عجبوش عيشته معاه وراح شايفين كل واحد شاف طقم تاني؟ الله اعلم، الله اعلم بقى. هما هيرجعوا لبعض، ولا طالعين ترند، ولا هما هيفاجئونا؟ يعني هما مع رحمة محسن منزلين بوستات كده وبتعمل قلب كده ومش عارف ايه، وياسمين عبد العزيز مع كريم فهمي بيعملوا كواليس في المسلسل، بتدلع عليها ويدلع عليها ومش عارف ايه. هم عادي يعني، مفيش مشكلة بالنسبة لهم يعني. الحاجات ده عادي، الحاجات دي ما بتضرهمش في اي حاجة. الحاجات دي لو عندنا احنا تضرنا جدا جدا، هم عندهم هم عادي، مفيش اي مشكلة خالص. بس وده كان فيديونا، يا رب يعجبكم ان شاء الله. ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك. والسلام ورحمه الله وبركاته. وما تحرمونيش من لايكاتكم الجميله، الله يطول لي في عمركم ويخليكم ليا يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع فيديو جديد.